ازاي تبقى من نجوم البريمير ليج من تمرين واحد؟ المهم رميات التماس الطويله رجعت البريمير ليج تاني، وبقى متوسط الرميات الطويله حوالي 4 رميات في الماتش بعد ما كانت 1.3 خلال ال10 سنين اللي فاتت. ده خلاها تحسم ماتشات كتير في الدوري، وده اثار فضول الصحفي سام دين وحب يفهم ايه سر رميات التماس الطويله، فسافر لجلاسكو وقابل المدرب المخضرم فرانك اندرسون، وراحوا ملعب فاضي بهدف ان سام يرمي الكوره جوه الجول من الاوت. اول رميه ما وصلتش منطقه الجزاء اصلا. المدرب وقتها كشف له على السلاح السري لتنفيذ رميه تماس طويله مثاليه، وطلع كره تقيله مليانه ميه وزنها 5 كيلو، وطلب منه يرميها في الحيطه ويرجع يمسكها تاني، ده بتكرار سريع لحد ما جات اللحظه الحاسمه والمدرب اداله كره عاديه. سام لما مسكها اتصدم لانها خفيفه قوي. بعدها سام عمل رميه التماس، والنتيجه انها زادت 10 ياردات وقربت توصل لل6 ياردة. السر الحقيقي في كل ده هو التمرين بالكره التقيله، لان تلقائي بعدها المخ بيتعامل مع الكره العاديه اكنها ريشه.